أنا مغربي وفخور بهذا الشيء. رسالة لكل شاب مغربي: حبس شوية. اليوم غادي نهضر معاك على حاجة خاص كل مغربي يعرفها: الهوية ديالك والتاريخ ديالك والأصالة ديالك. شوف، ماشي غير كلام. اليوم غادي نوريك علاش كل مغربي خاصو يرفع راسو ويقول: أنا مغربي وفخور بهذا الشيء. الحقيقة الأولى: المغرب بلد تاريخ والحضارة. المغرب ماشي غير بلاد، المغرب تاريخ وحضارة ومدن العتيقة: فاس ومكناس ومراكش وغيرهم. كل زاوية فيها قصة: الثقافة والمأكولات والأدب والعلماء والرياضيين اللي وصلوا للعالمية. شوف راسك مني كتفكر هاد الشي كتحس بالفخر وقيمة بلادك. الحقيقة الثانية: الشعب المغربي قوي وذكي. المغاربة معروفين بالصبر والإبداع في الشغل وفي التجارة وحتى في الرياضة والفن، والقدرة على التكييف مع الظروف الصعبة. التضامن والروح الجماعية: كل مغربي قادر يحقق إنجازات كبيرة إلى عرف قيمة راسه. الحقيقة الثالثة: الطبيعة ديال المغرب وما أدراك ما الطبيعة ديال المغرب: جبال وشواطئ وصحراء ووديان. المناخ متنوع والثروات الطبيعية. الجمال المغرب اللي كيبهر كل زائر. شوف الطبيعة ديال البلاد، كل مكان فيها كتحس بالفخر والامتنان. الحقيقة رقم 4: الثقافة والتراث. مثلا المطبخ المغربي: طاجين وسكسو واتاي مغربي، والفنون التقليدية والحرف اليدوية كالزرابي والفخار. وزيد على ذلك، الثقافة ديالنا تساوي هوية واعتزاز، وماشي أي بلاد عندها التراث الغني. الحقيقة رقم 5: الإنجازات المغربية الحديثة. الرياضيين اللي وصلوا للعالمية في كرة القدم وفي ألعاب القوى والملاكمة، والمشاريع الاقتصادية الكبيرة كالطاقة المتجددة والصناعة، السيارات والسياحة والثقافة اللي كتجلب الزوار. فالمغرب اليوم كيساوي بلد اللي كيصنع مستقبله بخطوة قوية، وكل واحد فينا عنده دور. الحقيقة رقم 6: المغرب في كل مكان. المغاربة اللي في المهجر خدامين ومبدعين وساهموا في العالم في مجالات كثيرة، مثلا في التعليم وفي الطب وفي الفن. فكل نجاح مغربي خارج المغرب تساوي فخر لكل واحد داخل المغرب. كل مغربي نجح تساوي سبب إضافي باش تقول بكل فخر: أنا مغربي. خطوة عملية: شنو كدير اليوم؟ افتخر بالهوية ديالك وشاركها مع الآخرين. تعلم على تاريخك وعلى حضارتك، وكون جزء من الإنجازات الحديثة والعمل والاجتهاد، وشارك القصص النجاح ديالك. كل خطوة صغيرة كتقوي الهوية الوطنية وكتخلي المغاربة يحسوا بالفخر. شوف أخويا، كل واحد فينا عنده قوة باش يكون سفير للهوية المغربية. تعلم مهارات جديدة وساهم في الرياضة أو في الفن أو التجارة، فكون قدوة للجيل اللي صغر منك. فكل نجاح ديالك تساوي رسالة لكل مغربي: قدر راسك وقدر بلادك. الحماس اليوم تساوي عمل الغد وتساوي الفخر المستمر. إلا بقيتي غادي تفكر في هذا الفيديو غادي تقول بكل فخر: أنا مغربي، عندي تاريخ وحضارة، شعب قوي وطبيعة رائعة، وأنا جزء من هذه القوة. ما تنساش دير اشتراك في القناة، حيت الفيديو الجاي غادي نوريك قصص نجاح مغاربة من الصفر اللي ممكن تلهم أي شاب مغربي ويبدأ يحقق أحلامه. وما تنساش تخلي تعليق شنو أكثر حاجة كتفتخر بها حيت انت مغربي. كان معكم وديع، شوفوا فيديو جديد.